قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. معانا أخونا يوسف هيرسن. يوسف هيرسن. أهلا وسهلا بك يا يوسف. كيف الحال؟ الحمد لله. نعم. يوسف كان في فترة من الفترات ليس على ملة الإسلام. نعم. وأكرمه الله عز وجل بعد ذلك بالدخول في الإسلام. أنا كندي إيطالي الجنسية. متربي في اسكندرية. أنا كنت شاب زي شباب كتيرة للأسف. كنت طايش زي ما بيقولوا. اللي عايز أعمله بعمله، المكان اللي عايز أروحه بروحه. كل الأمور متصلة ليا بالنسبة للدنيا، شهوات الدنيا والأهواء، يعني كله كان قدامي. جت فترة بقى سافرت رحت انجلترا، وانا في انجلترا لقيت نفسي بقول لنفسي طب انت يعني ما فكرتش في دين الاسلام ليه؟ افتكرت ان كان عندي صديق عنده قرآن بالمعاني، مش النسخة مترجمة معاني القرآن. قلت له ان شاء الله عايز انزل مصر وعايز اقرا فيها. فقال لي ومال، ختمت القرآن وقلت ده هو ده الحق. اول مرة انزل المسجد فكان في صلاة جمعة. كنت انا ساعتها بقى خلاص قلت لاهلي، والدتي يعني قالت خلاص اللي يريحك اللي انت شايفه، ربنا ييسر الامور جدا في الامر ده. ونزلت صلاة جمعة، ومن ساعتها الحمد لله قلبي اتعلق، يعني اتمنى يعني اكون صادق في قولي يعني بالمسجد. جت بعد كده بقى مرحلة الزواج. قابلت زوجتي يعني قبل كل الامور دي، ما كناش لسه ملتزمين، ما كناش لا خالص. قابلنا بعض وعرفنا بعض فترة، وبعد كده يعني انقطع الامور تماما. يعني طبعا انا كنت اعرف اخبارها زي ما ناس كتير ممكن تكون كانت عارفه اخبارها. هي مين بقى؟ هي اقول يعني قول هي الاخت بالظبط. الاخت حلا شيحه. ربنا يبارك لها يعني ومن عليها. فعدى السنين والتزمت انا، وهي برضو ربنا من عليها بالالتزام. هي معانا دلوقتي على الهاتف. طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال أم هنا؟ الحمد لله تمام. أنا الأول سعيدة جدا إني بكلم قناة الناس، يعني من أجمل القنوات اللي أنا بحب أتابعها. جزاك الله خيرا. وسعيدة جدا بزوجي وهو زوج صالح. ربنا يحفظه. ربنا يا رب يعزه ويبارك له يعني يحفظه. جزاك الله خيرا. طبعا في الأول زي ما كل الناس عارفة أنا كنت ممثلة. نعم. وللأسف يعني بنت عندي يمكن كل الحاجات اللي أنا بحبها وأتمنى أن أنا أعملها في حياتي، يعني مشهورة، عندي فلوس، أقدر أسافر وقت ما أنا عايزة. حياتي فيها كل الحاجات اللي أي بنت للأسف يعني تتمنى أنها تبقى عندها. بس رغم كل ده أنا ما كنتش سعيدة خالص. من الحاجات اللي كنت دايما أفكر فيها طب أنا ممثلة، طب وبعدين اخرة التمثيل ايه؟ هبقى مشهورة. طب اخر الشهرة ايه؟ هبقى مشهورة قوي. طب وبعد كده وهل هي دي النهاية ليا كإنسانة، يعني ان انا ابقى مشهورة؟ طب وبعدين وصلت لمرحلة شديدة جدا من يعني من البكاء. سبحان الله. وكنت يعني طول الوقت في كرب وضيق. تبكي لوحدك؟ ببكي لوحدي طول الوقت سبحان الله، لحد ما صحيت في يوم قلت يعني اكيد ربنا سبحانه وتعالى ما خلقنيش عشان اعيش الحياة دي. واليوم ده كل حاجة في حياتي اتغيرت 180 درجة، يعني اتغيرت كاملا. لما ابتديت اصلي حبيت الصلاة جدا، لدرجة انا ما كنتش ببطل صلاة برضو. والقرآن الكريم كمان ختمت كله في الفترة دي في فترة قليلة جدا. ختمته قراءة، يعني مش حفظ، قراءة بس بتدبر. انا لما بعدت قفلت الباب تماما من ورايا تماما، عشان انا عارفة ان هيحصل او ممكن يحصل فتنة محدش يعني يقدر يحافظ على قلبه ده من اي فتنة ممكن تحصل. في ناس كتير كانوا بيحاولوا ان هم يخلوني لا افضل وارجع، لكن انا كنت قوية جدا في قراري.
مش جدعانه مني، مش شطاره مني ابدا، لا حاول هو الله فضل تعالى. من ربنا سبحانه وتعالى جدا. بعد كده هنيجي للمرحله الثانيه بقى، وان انت بداتي تاخدي قرار النقاب. هو ده العزه، يعني انا بحس بعزه جدا وانا لابسه نقابي، بحس ان انا يعني ملكه، هو ده العزه. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. عشان كده انا عايزه اقول الحته دي للبنات، اقول لهم ما تخافوش ابدا من الحجاب، ما تخافوش ابدا ان انتوا تتحجبوا، وما تخافوش من الجواز لانه سبحان الله ده رزق. ما تعيشوش يا بنات الدنيا كده، يعني انا نفسي اقول لهم كده، ما تعيشوش الدنيا زي ما تيجي، اقفوا وفكروا.